هاي جايز، النهارده هنعمل مع بعض ستيكرز من الصفر، فخلينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو وبس. يلا بينا نبدأ. هستخدم كشكول الرسم ده اللي كان متوفر عندي، انتوا تستخدموا اي ورق ابيض متوفر عندكم. بعد كده هستخدم المقص عشان اقص الستيكرز، وهبدأ اني اختار الالوان اللي هستخدمها. انا هستخدم الوان ماركر، انتوا ممكن تستخدموا اي نوع الوان انتوا عايزينه. هستخدم برضو قلم رصاص او قلم سنون. فدخلت على بينترست وشفت افكار كتيره من الستيكرز. انتوا ممكن تطبعوا الصور على طول لو مش عايزين ترسموها وتتعبوا نفسكم، بس انا المفروض اعملها من الصفر فلازم اني ارسمها معاكم. فبدأت اني ارسم كل الاشكال اللي انا اخترتها من بنترست او اللي عجبتني. بدأت اني ارسم الرسومات بخط خفيف جدا من الرصاص عشان ما غلطش، ولو غلط ممكن استخدم الاستيكه او الممحى عشان اعدل الرسمه تاني. وهكمل رسم الستيكرز كلها نوصل لفقرة التلوين. هبدأ اني احدد كل الرسومات اللي انا رسمتها باللون اللي انا عايزة الونه بيها. مش لازم تتمسكوا بالالوان اللي موجودة في الصورة، ممكن تستخدموا اي لون انتوا عايزينه، يعني تلونوه على مزاجكم. بس ملاحظة ما تقعوش في نفس غلطتي، انا حاولت اني امسح الرصاص قبل ما اللون ينشف فخرب الرسمة خالص. فانتوا حاولوا انكم تستنوا اللون ينشف الاول بعد كده تمسحوا الرصاص. وهكمل برضو تلوين كل الستيكرز، وهو ده شكل الستيكرز بعد ما خلصت تلوين. هبدأ اني اغلفها باللزق الشفاف او السولوتيب، ويستحسن ان يكون عريض. بغلف الستيكرز باللزق الشفاف عشان اديها لمعة وفي نفس الوقت احميها من التراب وتفضل نضيفة على طول. وهبدأ اني اقصها وده شكلها كيوت قوي. ملاحظين اللمعة اللي في الستيكر، وكمان خليت مسافة بين القص وبين الرسمة، ده خلى شكلها كيوت اكتر. دلوقتي الستيكرز بقت جاهزة للاستخدام. هستخدم الصمغ او هستخدم لزق الدبل فيس، فما كانش متوفر معايا ساعتها فهبدأ اني استخدم الصمغ عشان الزقها، وبرضو هيدي نفس الكفاءة بتاعت لزق دبل فيس. دول شكلهم كيوت قوي. قولوا له اكتر شكل حبيتوه من الستيكرز. وبس هي دي النتيجة. الصراحة عجبوني جدا، في اشكال كتيرة ممكن ترسموهم، مش شرط نفس الاشكال اللي انا رسمتها. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. بحبكم جدا واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.